الدعيع يعلق بعد فوز السعودية على العراق بكأس الخليج 26. كيف رد سالم الدوسري على يونس محمود؟ لم يؤثر بنسبة 1%. عاجل البليهي: يمطر يونس محمود بوابل من التصريحات القاسية. قف على رجولك. أهلا وسهلا بكم متابعي قناة منبر الهلال. فضلا منكم لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب وتفعيل الاشتراك وترك آرائكم في صندوق التعليقات. والآن إلى تفاصيل النشرة. علق محمد الدعيع حارس المنتخب السعودي السابق ونادي الهلال عبر حسابه الشخصي على منصة إكس على فوز الأخضر على العراق وتأهله إلى نصف النهائي كأس الخليج 26. الدعيع يعلق على فوز الأخضر وكتب الدعيع: يا ناس الأخضر، لا لعب بركان يتفجر. غضب. منصور: يا أغلى شعار، يا سعودي، يا أفضل منتخب. وخاض المنتخب السعودي في الدور الأول 3 مباريات قوية بدأت بالتعثر المفاجئ أمام البحرين ب3 أهداف لهدفين في بداية غير متوقعة في ضربة البداية. وحقق المنتخب السعودي مع مدربه هيرفي رينارد ريمونتادا كبرى في الجولة الثانية عندما حقق الفوز على منتخب اليمن ب3 أهداف لهدفين في لقاء آخر مثير ليحصد 3 نقاط في لقاء كان نجمه الأول مصعب الجوير صانع الألعاب الموهوب. وفي الجولة الثالثة حقق المنتخب السعودي فوزه الثاني على التوالي بالفوز على منتخب العراق ب3 أهداف لهدف من توقيع سالم الدوسري هدفاً وعبد الله الحمدان هدفين. يستمر الحديث بشأن فوز المنتخب السعودي أمام خصمه العراقي ضمن منافسات بطولة كأس الخليج 26. سالم الدوسري يتحدث عن تصريحات يونس محمود. وقال سالم الدوسري في تصريحات عقب نهاية المواجهة: تصريحات يونس محمود لم تؤثر علي بنسبة 1%، والرد دائما يكون في الملعب. وأكمل: هدفنا دائما تحقيق البطولة ولم نأتي هنا للمشاركة فقط، وأشكر الجمهور السعودي على الحضور والمساندة المستمرة لنا. ويقع المنتخب السعودي خصما أمام نظيره العماني في نصف النهائي بينما تواجه الكويت البلد المنظم خصمها البحريني. وفاز المنتخب السعودي بنتيجة 3-1 على العراق ضمن منافسات بطولة كأس الخليج في الجولة الثالثة من دور المجموعات. وجه علي البليهي وأبل من التصريحات النارية ليونس محمود نجم الكرة العراقية فور انتهاء مواجهة الأخضر ضد العراق بفوز المنتخب الوطني السعودي بنتيجة 3-1. البليهي يفتح النار على يونس محمود. وقال علي البليهي بعد نهاية المباراة في تصريحات مع المراسل المغربي أشرف بن عياد لقناة الكأس: أول شيء، اللهم لك الحمد والشكر. منتخب العراق منتخب كبير ومحترم. ويكمل: أول شيء كلامي ليونس محمود، إذا جيت بتتكلم عن الكرة السعودية لازم تقف على رجولك احتراما قبل ما تتكلم. ويواصل: ما حد كان يعرفك قبل ما تيجي تلعب عندنا، وأعدك بأن شعار السعودية سيذهب إليك حتى تتذكر جيدا قبل أن تتكلم عن السعودية. السعودية لا تمس. وكان قد أثار يونس محمود الجدل قبل بداية البطولة برسالة اعتبرها الجمهور السعودي ساخرة من مستوى الأخضر وأحقيته في المنافسة على اللقب.